بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. الحقيقة العلماء عندما درسوا طبقات الأرض، علماء الجيولوجيا، وجدوا أن الأرض ليست متواصلة أو ليست كتلة واحدة، إنما القشرة الأرضية مقطعة إلى ألواح، وهذه الألواح هناك صدوع وتشققات بينها، وأحيانا تصطدم فتسبب هزة أرضية أو زلزال، وأحيانا تبتعد وتخرج منها هذه الحمم. ووجدوا أن كل هذه الصدوع تتصل ببعضها، وأعظمها يكون تحت سطح البحر. يعني من رحمة الله يكون نعم تحت سطح البحر. نعم من رحمة الله بنا نعم. أنه جعل معظم هذه الصدوع والتشققات تحت البحر لا نراها. نعم. ولكن صور العلماء حديثا في هاواي منطقة تتدفق منها الحمم المصهرة، يعني رأينا الصدع الذي أقسم الله به عندما قال والأرض ذات الصدع. نعم. سبحان الله. دعنا نشاهد. طيب نرى الفيديو طبعا رقم 3. هذه أرض انظر كيف فيها تصدع دول الانشقاق وتتصدع وتتدفق هذه الحمم المنصهرة، يعني درجة حرارتها أكثر من 1000 أو 1500 درجة مئوية، وتتدفق بشكل عنيف. سبحان الله. يعني هذا المشهد لا يمكن رؤيته إلا نادرا، وفي مناطق بعيدة كثيرا عن منطقة الجزيرة العربية حيث نشأ النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أين له أن يأتي بهذا العلم؟ بل يقسم. سبحان الله. والأرض ذات الصدع. مشهد مهول. سبحان الله. والعجيب أن العلماء اكتشفوا أن كل هذه الصدوع والتشققات مرتبطة بعضها ببعض وتشكل صدعا واحدا فقط. لذلك لم يقل الله تعالى والأرض ذات الصدوع، بل قال والأرض ذات الصدع. نعم. إنه شبكة متصلة تشكل صدعا واحدا. وصدعا واحدا. نعم. طبعا يمتد لآلاف الكيلومترات. نعم. ويخترق قارات، يعني أوروبا وله تفريعات وله يعني. نعم والمحيط لكن الهادئ. أصله صدع واحد متصل مع بعضه. نعم. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما أقسم قال والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. نعم. أي أن هذا القرآن كلام الله الحق تبارك وتعالى. سبحان من هذا كلام. سبحان الله. سبحان الله. طيب لذلك يعني نحن عندما نرى هذا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينظر إلى مشاهد عنيفة، حتى الصوت نفسه يعني شديد جدا، يعني مرعب، يعني فتكاد تميز من الغيظ. نعم. نتذكر جهنم. نعم. لذلك كان عندما يرى مثل هذه المشاهد وينظر إلى السماء وإلى الكون ماذا يقول؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم. سبحان الله. يستعيذ بالله من عذاب النار عندما يرى مثل هذه المشاهد.